السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد على قناة إبداعات ندى. ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا لو أول مرة تنورونا. النهارده ان شاء الله هنشوف مع بعض ازاي نعمل الرز بدون ما يلزق في الحله. هنشوف ازاي زي ما انتم شايفين كده الرز ما لزقش خالص ولا اتحرق من تحت. والحله ازاي نحافظ على الحله الاستانلس من غير عشان لونها ما يغيرش. طريقه بسيطه جدا، تابعوا معايا الفيديو عشان تشوفوا ازاي تعملوا رز كده بطريقه صحيحه. بس قبل ما ابدا الفيديو حابه اقول لكم على قناه جميله جدا، قناه هويده يومياتي مع اسرتي. قناه جميله جدا، صاحبتها هويده صاحبه قناه اشطر ستات باقل الامكانيات. عايزاكم تروحوا تشوفوها، اسيب لكم الرابط في صندوق الوصف وتسلموا لي عليها وتقولوا لي احنا جايين لك من عند ندى. يلا بقى عشان اقول لكم ازاي نعمل الرز ويطلع معانا جميل. اهم حاجه ما ينفعش احط الحله على نار سخنه، يعني ما ينفعش اولع النار واحط الحله وبعدين احط الماده الدهنيه عندي، لان ده هيخلي الحله لونها يغمق وتنحرق معايا. امال اعمل ايه لما يكون في حله ستانلس؟ نحط الماده الدهنيه وبعدين نولع البوتاجاز زي ما احنا عملنا دلوقتي كده. انا حطيت الماده الدهنيه عندي، حطيت زيت وزبده بلدي. انت طبعا بتحطي بقى لو عايزه تعملي الرز بتاعك بزيت بس زي ما بتفضلي. وبعدين ننزل بالشعريه. طبعا كلنا عارفين بنعمل رز ازاي. اهم حاجه في الموضوع ان انت تشوفي بس طريقه التسويه، هي اللي هتخلي معاكي الرز ما يلزقش في الحله ولا يتشيط ولا يتحرق ولا اي حاجه. هنا الشعريه اتحمرت وبقت لونها ذهبي، هنزل بالرز بتاعي. عشان الرز يطلع مفلفل معاكي محتاج تشوحيه شويه كده كويسين عشان ما يبقاش فيه اي ميه خالص وناشف معاكي. ده هيخليه يطلع مفلفل معاكي ومش معجن. هنا خلاص شوحته، هنزل عليه بالشوربه بقى. طبعا انت عارفه الرز بتاعك بياخد شوربه قد ايه. انا الرز بتاعي ده بياخد زياده شويه، هو رز مصري بس بياخد شوربه زياده شويه، فانا هزوده شويه كمان. يعني هو لسه كمان محتاج شويه كمان صغيرين. هزوده كمان شويه شوربه. وبعدين هظبط الملح بتاعي كده كفايه. هظبط بقى الملح بتاعي ونشوف بقى هنسويه ازاي. كده خلاص تمام، هتغطي عليه وتسيبيه لحد ما يغلي. طبعا هتقلبيه تقليبه كده بعد ما يغلي عشان ما يلزقش من تحت. وخلاص بعد ما يغلي ويبتدي يتشرب، شايفين كده اتشرب اهوت خلاص، مش عايزاه ينشف اكتر من كده. وهبتدي بقى اهدي عليه النار زي الشمعه، يعني اوطى حاجه تقدري توطي عليها النار، هو ده اللي مش هيخليه يتحرق معاكي، وطيه على الاخر خالص. هنا بقى انا وطيت على الرز خالص وسبته استوى براحته على الهادي. على اقل درجه حراره زي ما قلت لكم. شايفين طالع معايا مفلفل وجميل. هو طبعا انا بحب الشعريه، ولادي بيحبوا الشعريه كتير فمزوده كميه الشعريه، فزي ما انتم شايفين الشعريه كتير. هغرف دلوقتي عشان عايزه اوريكم بس الحله من تحت شكلها عامل ازاي. عشان تتاكدوا ان هو ما لزقش معايا ولا انحرق ولا اي حاجه خالص. السر بقى زي ما قلت لكم ان انت بتوطي النار على الاخر وما تستنيش لما الرز يتشرب الشوربه كلها وبعدين توطي، لا، اول ما يتشرب الشوربه بنسبه 80% هدي عليه بقى خالص وسيبيه. شايفين اهو الحله مفيش حاجه لازقه فيها خالص، وكل رز طلع معايا ولا شاط ولا انحرق ولا اي حاجه خالص. اتمنى اللي عندها حله ستانلس تتجرأ كده وتطلع الحلل بتاعتها وتستخدمها في الرز وفي المحشي وفي المكرونه وفي كل حاجه، هيطلع لكم نتيجه حلوه جدا. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه حاجه جديده، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.